نوع، نوعين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع. اليوم بنجرب كنافة بالبستاشيو أو كنافة دبي أو كاكاو دبي، كيفكم سموه تسمونه، بس يلا بينا. وحشيني وأدري إني وحشكم. هذه تجربة إن شاء الله يعني ترد العلاقات بيني وبينكم، لأن صار لنا فترة مو منزلين، والأمانة الظروف اللي أنتم شايفينها بشكل عام بالمنطقة ما تساعد إن الواحد يتفاعل مع أي شيء مثل هذا، ولكن لأنه في ناس وايد كلموني الفترة اللي طافت أطلع أرجع، إن شاء الله أقدر أنزل الفيديو بتكون الأوضاع وايد أحسن من اللي إحنا فيه. والله ينصر إخواننا في فلسطين ولبنان والسودان، وإن شاء الله يرد كيد كل حاقد وحاسد بنحره إن شاء الله، وترجع أوطاننا إن شاء الله أحسن من قبل. حلوين. هذه تجربة سريعة حق كاكاو دبي، كنافة بالبستاشيو. أمانة لا، أنا كان توجهي إني أروح مع أنواع وايد، مثل اللي جاي من حلاوة كاكاو، في وايد أنواع عندهم، ما أدري هم الأصلي من الأصلي. أنا اللي أعرفه كله كاكاو دبي. أنا جربت كاكاو دبي، جزاه الله خير عزيز صفر، أول واحد جاب لي كاكاو دبي خلاني أجرب وأعرف شنو طعم كاكاو دبي. بس هذول بعض الانواع اللي انا سالت سواء بالانستغرام او سالت اللي حواليني، وقالوا لي هذه بعض الانواع اللي الناس تفضلها. هذه 7 اماكن. اذا عندكم اقتراحات كتبوا لي اياها تحت، اذا تعارضوني توافقوني كتبوا لي تحت، خلونا نتناقش نقول شنو احلى واحد قبل لا ابلش حسب وجهة نظركم. ولكن الحين تجربة كلهم ويا بعض وراح اعرف شنو الاحسن بالنسبه لي. خلينا نقول من وين انا ماخذ. هذا تشيت ميل يا جماعه، معطيني اياه نمو، انا مشترك بنمو فمعطيني تشيت ميل. عندنا من موش سابلي، هذا نصحوني فيه ناس بالانستغرام قالوا لي جرب روبوبس. هذا كاكاو، اعتقد هذا الاوريجينال بالكويت والعلم عند الله. وهذا من حلاوه كاكاو. وهذا لا بقيت اكبرهم واكثر واحد يمكن يالي عليه مدح. طبعا في واحد خلف الكواليس قاعد يساعدني حاليا، الله يعطيه العافيه، واحد ماني قايل اسمه، نرحب فيه حبيبنا. ما راح ابلش فيهم كلهم كذي، راح ابلش بواحد واحد. هذا طبعا انا مشترك دايت ويجزاهم الله الخير اعطوني اياه. عندي حبتين، خلينا نشوف ايش كثر فيها. اوكي، شغله كومباينه. كم من 50 الحين؟ هذا لازم نصنف انه دايت. اللي خلف الكواليس قال لي 30 من 50. انا وافق الراي صراحه، لازم نحسب انه كدايت زين. انا بعز الدايت مو لاقي لي قطره شكر زين، فانا اعطيهم 30 من 50. كل التفاصيل راح اكتبها بالكابشن عشان اسهل على نفسي اليوم بتصوير الحلقه، لان 7 شركات كل واحدة قصتها قصه. خلينا نروح حق روبوتس. والله الكميه، هذا الكميه يعني شويه، اعتقد بدينار ونص، دينار ونص او دينار ربع، ولكن الكميه بسيطه حيل حيل حيل. خلينا نكسرها نشوف ايش كثر فيها من الحشوه، بما ان مقياس وايد ناس على الحشوه. والله حشوتها زينه، نسبه وتناسب. تفضل بسم الله. روبوبس يسوون حلول دايت، بس هذا كنا مو دايت. كالوري 158، خيار اعتقد انه دايت، بس بالنسبه حق دايت ممكن اعطيه 45، ولكن هو 35 اللي ورا الكاميرا يعطيه 40. يعطيه العافيه كريم الظهر. خل نروح على موش مو شغلي. خذيت منهم اعتقد هذا البستاشيو، خذيت منهم كندر. كانت الفكره اني اجرب انواع وايد من الشركات كلها بشكل عام، ولكن ما لقيت وايد شركات عندها وايد انواع. غالبا هم عندهم نوع نوعين، فقلت راح اوحد تجربه انها تكون بس البستاشيو. من اكثر المحلات اللي صراحه عجبوني بالتغليف مالهم. شايفين شلون وايد مرتب التغليف مالهم، وايد حلو يشرف صراحه. لا بغيت اعطيه حق اي احد ما ينقد عليه، وسعره هم زين. سعره تقريبا على دينار ونص، وكميته كبيره نسبيا. واول ما اعطوني اياه مع تشيز في دراي ايس. الناس قاعد تفكر انها شلون تعطيك البرودكت مثل ما هو موجود بالمحل، يعني حاولوا يعطوني اياه بارد. خلينا نشوف ايش كثر حشوه فيه. اوكي مو وايد. تبي كبيره ولا صغيره؟ هاي صغيره ثقيله. كم؟ والله يقدرون على ان نخلص الحلقه هذه على اكمل وجه. يبينا قهوه بعد صراحه. الحشوه بعيده عن الاصليه، ولكن لها طعم بروحها. ما عجبتني انا، لكن الكاكاو اللي حوالينا مبين انه هم مسوينه، يعني مهتمين بادق التفاصيل بالكاكاو. احلى ما في الخلطه الحشوه. الكاكاو عامل اضافي يعتبر بالنسبه لي. الحشوه هي اللعبه، مو ثقيل، ما يعتبر وايد ثقيل. هي كلها ثقيله اي، بس مو ثقيل وايد. 30 اللي ورا الكاميرا، انا اعطيه 35
اشوفه وايد مثالي حق الناس اللي ما يبون المغثى ولكن الحشوه مو مثاليه. نروح حق سابليه. سابليه عندهم نوع واحد والكميه كبيره مبين يعني راهيه، بس سعر الحبه حول 3,750. وايد على هذه. ما ادري كم جرام ولكن ما ادري في احد راح ياخذ هالكميه كلها، الله اعلم. لو هي توزيعات افهم، ولكن هي مو توزيعات، هي حبه واحده بار واحد. خليت منه احتياط 2، خفت واحد يتكسر الا عندي الاحتياط ماله. بس بنجرب كميته كبيره والله، تحس انك شايل طابوقه. وايد كبير بسم الله. في شغل طيب. انا اقول ناكل بس هذوله عشان ما نتحسف. والله الحشوه نار. حشوه فيها فستق وايد، يعني مبين مصروف عليه فستق اكثر من الكاكاو. الحشوه حلوه وجميله بس ثقيله، وايد ثقيله. كميه البستاشيو فيها اعلى من موش مثلا، بس بشكل ملحوظ يعني كنسبه وايد عاليه. مصروف عليه متعوب عليه ولكن بزياده. حالاته يتخفف يعني لا يصير مثل موش ولا سابليه. سابليه الحين عندنا الاكستريم وايد ثقيل. وايد كاكاو موش وايد احلى بالنسبه لي بين هالاثنين. لو قارن سابليه الحشوه احلى، يعني تسوي ميكس بينهم يطلع شيء قوي. اللي ورا كاميرا 30، انا 35 اشوفها مثاليه عليه. نروح حق اللي بعده. المفروض ان هذا كاكاو الاصلي صح؟ يعني اقدم واحد انا اعرفه، ما ادري من الاصلي فيهم، منو باقي الاسم الثاني، منو ما ادري ايش سوى بالثاني، ما ادري. انا هذا اللي اعرفه، هذا اقدم واحد اعرفه. اللي بيسال منو ماخذ من الثاني الاسم وشنو الموضوع ما ادري امانه. لا اوبا لا هذا اللي صدق ما يغشمر. كميه الحشوه بالنسبه حق الكاكاو نفسه معتبره صراحه، بس اعتقد انها ثقيله. هذا سعره تقريبا $1.50 شيء كذي. الاسعار والتفاصيل كذا راح اكتب لكم اياها تحت بصندوق الوصف لان ما اقدر اتذكر كلهم، وايد ما شاء الله. بس انتم شايفين كميه البستاشيو، اعتقد هذه اكثر واحده مثاليه كنسبه وتناسب. كأنه في طعم جوز هند ما شاء الله، ومو فستق بروحه، تحس انه في كذا شيء مخلوط. كنا في سبال، في فول سوداني، ما في طعم غريب غير الفستق. الحين اللي ورا الكاميرا قال 15، الله يعطيه العافيه. انا ما اقول 15 اقول 30. الكاكاو زين بشكل عام، اللي برا الكفر زين، ثقيل. وايد ثقيل يعني. هذا ممكن 4 ياكلون منه وراح ينغثون، بس طعمه مميز، مو احلى شيء لا كحشوه ولا كقالب. ولكن انا اشوفه مع جوز الهند طعمه غريب ما يشعر. احس انه في جوز هند. عموما في جوز هند. الاصلي الاماراتي بالنسبه لي الحين هو الملك. ذولا للحين ادائهم طيب، ولكن بنروح حق اللي بعده وهي قولنا حلاوه كاكاو 16,000 نوع. المشكله يعني التغليف مو حلو. رسائل حق حلاوه كاكاو، اي محل يبي يسوي برودكت جديد او يبي ينزل برودكت جديد عنده التغليف مو حلو. هذا مو حلو، ما يشجع ان الواحد يشتري. يعني انتم سمعتكم اعلى بوايد من التغليف هذا. حلوين. نروح حق البستاشيو اللي ورا الكاميرا. يقول لي هذا احلى واحد فيهم حسب وجهه نظري. سعره $1.50 تقريبا حسب اللي اتذكره. ايش كثر باقي بعد لا بقيت. الحمد لله. انا تارك. خلينا نشوف الحشوه وش كثر موجود فيها. مو وايد يعني، تقريبا نفس موش تقريبا، بس ساعات الكثره ما تعني انه شيء وايد قوي. تفضل. الكاكاو حلو، الحشوه جدا عاديه. لما تاكله بروحه راح يجيك نفس احساسي انه وايد لذيذ، بس لما تقارنه مثلا بموش او سابليه راح تحس بالفرق. اللي ورا الكاميرا يقول 50 من 50. الواحد له ذوقه، كل من يشوف ان هذا ألف شيء انا سويته، هذا راح يكسر السوق. 30. خلينا لا بقيت اخر واحد لانه توزيعه هو فعليا يعني مو حبات مثل الباجي. هذا هو. هذا كميته تعتبر يمكن اكثرهم، ما ادري، ما قست كوزن، ولكن توزيعات مع البوكس مع الدنيا احسن واحد فيهم كباكج صراحه. مع موش، انا حاب موش صراحه. قالوا لي جربه بجرب. تفضل. اوكي كنسبه وتناسب زين، كنسبه وتناسب يعتبر طيب. هذه اكثر حشوه فيها كنافه اللي هي من لا بقيت. طعم الكنافه اقوى من طعم الفستق. انصافا لكل البراندات اللي طلعناهم كل واحد متميز بشيء. في واحد كامل بالنسبه لي ما في. اعلى واحد درجه للحين الامارات اللي جاب لي عزيز صفر، دشوا عليه حسابه موجود تحت، سالوه شنو النوع اللي يفتح حق الاكيل. هذا اعطيهم 30. اللي ورا الكاميرا قال لي 20. انا اشوفها 30. انا بالنسبه لي ما في احد كامل. هذه تجربتنا اليوم. مشكورين انكم طالعتوا للحين عشان نوريكم لا بقيت اخر واحد واخر اختيار،
وحاب انا امانه التغليف هذول ولا واحده منهم دعايه، انا لاف عليهم اغلبهم ورايح لهم، اعتقد بس واحد او اثنين اللي جابوا لي من اصل ال7، فما اقدر ادخل درجه التفاصيل. كل التفاصيل راح تلقوها تحت بصندوق الوصف. اتمنى اني ما طولت عليكم. هذه تجربه سريعه لطيفه خفيفه متعبه، فيها شكر وايد، شكر بيطلع من الخشبي. حسب وجهه نظركم شنو اكثر واحد عجبكم من هذول انتم جربتوه، او اذا تقترحون علينا نجرب اشياء برا هالمنتجات هذه اكون شاكر لكم. هذه تجربتنا اليوم، لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، ما نملي عليكم اي شيء. هذا قلت غلط فيها ناسيها، هذا راينا الشخصي وهذا تقييمنا الشخصي، ما نملي عليكم اي شيء. فما الله، السلام عليكم. الله يعطيهم العافيه صراحه مبدعين، بس يعني خليه يتفقون، هذه بكاكاو وهذه بكنافه هذه بخلطه، سووا لهم شيء قوي وينزلونه بالسوق راح يكسرون الدنيا. والله يعني فكروا فيها، حلات زينه اللي جايه. واحد يقع الثاني، الو شنو خلطتك، شنو كاكاوك، يلا خلينا نسوي خلطه ننزلها فلان مع فلان. اي والله خلي البراند يشلع فوق، مزدوج بين هالشركات، مو غلط.